ناس كتير قوي عايزة تغير جو في اسكندرية بس على قد الإيد. النهاردة جايبالكوا 5 فنادق في اسكندرية على البحر على طول وبأسعار خطيرة وبتبدأ من 500 جنيه. ناس كتير فاكرة ان الإقامة في فندق على البحر في اسكندرية لازم تكون غالية جدا، بس الحقيقة اللي لازم أقولكوا عليها ان في فنادق في اسكندرية على البحر على طول وبأسعار رخيصة جدا. صباح الخير أو مساء الخير عليكم من اسكندرية المحروسة اللي أول ما بنوصل لها وبنشوف البحر بننسى الدنيا كلها، إحساس كده بالراحة والجمال والحنين. ويا سلام بقى لو الإقامة هتكون على البحر وكمان بسعر قليل، مفيش بعد كده. خلوني بقى قبل ما ابدا واقول لكم الفنادق دي اعرفكم بنفسي علشان اللي لسه اول مره يشوفني. انا شروق، بقدم محتوى عن السياحه والسفر وكمان برشح فنادق في كل مدن مصر، وبنتعرف كمان على ارخص الفنادق واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ويلا بينا نبدا. اول فندق هنتكلم عنه هو من الفنادق الجميله قوي اللي بتكون على البحر على طول زي ما انتوا شايفين كده. ده المنظر اللي انتوا بتكونوا شايفينه. الفندق موقعه حلو جدا وهو فندق الحرم، على البحر على طول في منطقه كليوباترا، يعني يعتبر في سيدي جابر، قريب من حاجات كتير جدا وقريب قوي برضو من مكتبه اسكندريه. ده شكل الفندق كده من بره. عايزه بس اقول لكم قبل ما ابدا كلامي ان ده مش ارخص فندق هنتكلم عنه في الفيديو النهارده. في فندقين في الاخر هقولهم باسعار رخيصه جدا، ارخص من دول برضو مش يعتبروا ارخص حاجه، في ارخص من كده بكتير، بس ده سعره حلو جدا مقارنه بان هو على البحر على طول. كمان فندق بمعنى فندق مبنى كامل، مش مجرد جيست هاوس او هوستل. الفندق طبعا فيه كل انواع الغرف، سنجل ودبل وتريبل. كمان السنجل بيفرق لو الغرفة جانبية او غرفة على البحر او غرفة مميزة يعني لوكسري، حاجة بتكون اعلى من الغرفة العادية. طبعا عايزة اقول لكم ان سعره بيبدأ من سعر حلو جدا وهو 1200 جنيه. متخيلين فندق على البحر على طول ب 1200 جنيه بس؟ كمان لو دبل الفرد هيكون ب750 بس. متخيلين لو انتوا 2 اصحاب واخدتوا غرفة دبل كل واحد هيدفع 750 جنيه بس. الغرفة الدبل ب1500 جنيه، ودي بتكون غرفة جانبية. لو على البحر بتكون ب2400، يعني لو انتوا فردين فكل فرد هيدفع 1200 جنيه. وبرضو ده سعر حلو قوي ان انتوا تاخدوا غرفة على البحر على طول وفي فندق ليه اسمه فندق نظيف، وبجد من اجمل الفنادق في الفئة السعرية دي في اسكندرية. عايزة كمان اقول لكم ان الغرف بيكون محتوياتها تكييف وشاشة وميني بار وتويلت كمان مجهز من كل حاجة. لو مفيش كاتل تقدروا تطلبوا كاتل للغرفة بتجيلكوا عادي جدا. في غرف بيكون فيها ميني بار وغرف ما بيكونش فيها. كمان السعر ده بيكون شامل الفطار. فالفندق مقارنة بسعره حلو جدا. كده انا قلت كل حاجة خاصة بفندق الحرم. لو حابين برضو تسألوا اي سؤال سيبولي في الكومنتس وانا هرد عليكم، وهنكمل باقي الفنادق مع بعض علشان اللي جاي لسه رخيص جدا. تلدع على الساحة بتمجاني. تعالوا بقى معايا نشوف تاني فندق، وهو من الفنادق اللي في المباني التراثية اللي مبنية على الطراز الإيطالي، وده برضو من أجمل الفنادق في اسكندرية. وعن تجربة كانت من التجارب الحلوة قوي اللي جربتها في اسكندرية، وهو فندق دار السلام، وهو مكانه بيكون في محطة الرمل، وده برضو من أجمل المناطق في اسكندرية. هو فوق كافيه دي لابيه على طول الدور الخامس، وفوق مطعم برضو السيد درويش. هو فندق عبارة عن دور في مبنى زي بوتيك هوتل كده. الفندق بجد الفايبس بتاعته والديكور حلو جدا. كل غرفة مستمدة الديكور بتاعها من بلد مختلفة. في غرف بتكون على البحر على طول وغرف جانبي وغرف بدون فيو خالص.
الغرف يعتبر معظمها دبل وفي كمان تريبل. عايزه اقول لكم ان في كمان غرف ببلكونه وغرف بشباك، الاسعار مختلفه جدا، بس عايزه اقول لكم ان بدايه الاسعار هناك 900 جنيه للغرفه اللي بتكون دبل برضو، بس بتكون بدون فيو خالص. طبعا لما الفيو بيكون على البحر او جانبي السعر بيعلى شويه، بس الاسعار برضو حلوه جدا. الفندق او الجست هاوس اللي انا بتكلم عنه اللي هو دار السلام، لان هو واخد دور في مبنى مش فندق بمعنى فندق، بس هو من ناحيه النظافه نظيف جدا. الخدمه كمان هناك ممتازه. الفندق بجد هيعجبكم جدا وهتكون تجربه حلوه قوي. ودي كانت الغرفة الفرعونية، بجد مكتملة من كل حاجة. هتلاقوا فيها مايكرويف وكاتل ومشروبات وميني بار، وكمان مكان تعلقوا فيه الهدوم، وكمان في كنبة بتتفتح سرير، يعني لو انتوا 3 أفراد تقدروا تاخدوها. كمان التويلت حلو جدا، مجهز من كل حاجة. المكان كله جديد، فيه طبعا تكييف وشاشة. في كمان بلكونتين، بلكونة جانبي شايفة البحر والبلكونة التانية على البحر على طول. عايزه اقول لكم ان حتى الشباك في التويلت انتوا شايفين منه البحر وشايفين القلعه كمان من بعيد، فالموقع بتاعه حلو جدا. ودي كده البلكونه التانية اللي شايفه البحر جانبي. عايزه اقول لكم كمان ان الموقع حلو جدا، انتوا في محطه الرمل قريبين من كل حاجه، من كل المطاعم والكافيهات. لو حابين تشتروا اي حاجه فانتوا حواليكوا كل حاجه. برضو لو حابين تروحوا اي مكان فالمسافات قريبه قوي، تقدروا تزوروا اماكن كتير جدا زي القلعه، او تروحوا جليم باي او زبوك. تقدروا تروحوا كمان مكتبه الاسكندريه، قريبين من حاجات كتير جدا. دي بقى البلكونة اللي على البحر على طول. انتوا بجد المنظر قدامكم بيكون خطير، بتصحوا من النوم كده على المنظر ده، فالمنظر ده لوحده بفلوس. عايزه اقول لكم في الفندق الثالث اللي هتكلم عنه، هو بيكون في نفس المبنى برضو، وهو فندق البحرين الحديث، وبيكون نفس الفيو بالظبط. برضو هوريلكم الغرف وهقول لكم تجربتي فيه. برضو من اجمل الفنادق، هو نفس العنوان اللي انا قلته لدار السلام، هو نفس عنوان البحرين الحديث، بس المدخل بيكون من الناحية التانية. برضو من الفنادق الحلوة جدا، وكانت تجربة كويسة قوي هناك. بالنسبة للغرف برضو كل الغرف تعتبر دبل، هو غرفتين بس عندهم اللي تريبل، بيكون سرير كبير وسرير صغير. عايزة اقول لكم كمان ان الغرف عندهم مكتملة جدا، فيها كل حاجة انتوا محتاجينها، مكيفة، في واي فاي، في تلفزيون، تويلت طبعا خاص بالغرفة، وفي كل حاجة انتوا محتاجينها. في كمان كاتل ومشروبات وفي ميني بار. الغرفة نظيفة ومفروشة حلو جدا وحديثة مجددة تجديد كامل. الناس كمان هناك ودودين وذوق جدا، المقابله هناك كويسه. بجد مش هتكونوا محتاجين اي حاجه. طبعا انتوا في نفس الموقع بتاع دار السلام في محطه الرمل، فانتوا قريبين من كل حاجه، حواليكوا كل حاجه. الموقع حلو جدا. عايزه اقول لكم كمان ان الاسعار هناك برضو حلوه قوي. السعر هناك بيبدا من 1200 جنيه للغرفه الدبل، يعني الفرد هيتكلف 600 جنيه بس. فالاسعار اللي انا بتكلم عنها دي رخيصه جدا بالنسبه للموقع اللي انتوا شايفينه. طبعا الموقع على البحر على طول بيكون في الفنادق التانية بفلوس كتير، فالفنادق دي بتقدم اسعار حلوه قوي. طبعا لسه الفندقين اللي هتكلم عنهم اسعارهم ارخص من كده كمان. خليكم معايا بقى علشان الفندق الجاي ده هيكون فندق سعره رخيص جدا، وهو الفندق ده، وهو ده الفيو بتاعه. تخيلوا انتوا تصحوا على الفيو ده وبسعر رخيص جدا، يعني ب500 جنيه بس هتاخدوا غرفة دبل هنا. عايزة اقول لكم ان موقع الفندق ده كمان في محطة الرمل، يعني برضو انتوا قريبين من كل حاجة. الفندق ده اسمه فندق سي هاوس. الفندق ده في محطة الرمل ورا الغرفة التجارية على طول، في عمارة شرطة السياحة الدور ال11. في كمان اسانسير. الفندق واخد الطابع الإيطالي شوية. الفيو كمان هيخليكم مش محتاجين تنزلوا من الفندق كتير. الفيو حلو جدا، انتوا في قلب محطة الرمل، حواليكوا كل حاجة والبحر قدامكوا يدوب على بعد خطوتين بس. كمان في كافيه على الروف في الدور ال12 فوق الدور بتاع الفندق على طول. كافيه حلو جدا، القعدات فيه حلوة جدا. طبعا متاح فطار غدا عشاء مشروبات. تقدروا كمان تروحوا الكافيه من غير ما تكونوا نازلين في الفندق، فدي كمان برضو من الحاجات الحلوة جدا، خصوصا ان الكافيه على البحر على طول. الفيو حلو جدا. انواع الغرف هناك سنجل ودبل وتريبل. كمان الغرف بتكون محتوياتها شاشة وميني بار ومروحة. الغرف هناك مش مكيفة، بس بما اننا في الجو الوقتي حلو جدا، فاحنا اصلا مش محتاجين تكييف ولا مروحة.
ممكن في الصيف ده يبقى مشكلة لبعض الناس علشان ان في ناس ما بتعرفش تقعد من غير تكييف. بس حاليا فمفيش مشكلة في النقطة دي خالص. في واي فاي كمان وخدمة النظافة متاحة يوميا، الاستقبال 24 ساعة، متاح كمان فطار. كمان الفندق بينظم رحلات وجولات داخل اسكندرية، فدي برضو اوبشن كويس جدا للناس اللي بتكون جاية من بره من اي دولة تانية وما تعرفش حاجات كتير في اسكندرية، فهم كمان بيوفروا الاوبشن ده، بيكون كويس جدا. الفندق زي ما قلت لكم في قلب محطة الرمل، حواليكوا كل الخدمات، كل حاجة، كافيهات، مطاعم. كمان انتوا قريبين من معالم سياحية، كمان كل حاجة انتوا قريبين منها. فانتوا مجرد ما بتنزلوا بتعوزوا اي حاجة، فكل حاجة حواليكوا، ما بتحتاجوش ان انتوا تمشوا مسافات كبيرة ولا حاجة. بالنسبة للناس بقى اللي بتروح اسكندرية من محافظات تانية، فمحطة القطر كمان قريب جدا من الفندق. يعني انتوا حواليكوا كل حاجة، انتوا لو هتكتفوا ان انتوا تقعدوا قدام البحر بس، فانتوا حواليكوا كل الخدمات، مش محتاجين تبعدوا. الا اذا بقى لو حابين تروحوا اماكن تخرجوا فيها زي المعمورة، المنتزه، القلعة، الحاجات دي كلها، في طبعا اماكن كتير جدا غير دي تقدروا تروحوها. فدي بقى هتضطروا ان انتوا طبعا تركبوا ليها مواصلة. طيب لو قلنا بقى ان في عيب وحيد في الفندق ده، فهيكون ان التويلت خارج الغرفة، يعني مفيش حمامات داخل الغرفة، فدي بس المشكلة الوحيدة اللي ممكن تقابل بعض الناس. غير كده فالفندق من ناحية النظافة، الخدمة، الموقع، كل حاجة بجد يعني ممتازة. مقابل السعر، أقل سعر هناك للغرفة السنجل 500 أو 550. بتزيد بقى على حسب غرفة دبل، الفيو على البحر على طول بتزيد شوية، بس الأسعار هناك بتبدأ زي ما قلت لكم من 500. كده يعتبر أنا قلت كل حاجة خاصة بالفندق. برضو لو حابين تسألوا أي سؤال أو تستفسروا أي استفسار، سيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. اخر فندق بقى هنتكلم عنه هو برضو من الفنادق الرخيصة قوي في اسكندرية، وليه شعبية كبيرة جدا، وفندق برضو تراثي وحلو جدا، ومن الفنادق اللي برضو قيمة مقابل سعر حلو قوي، وهو برضو على البحر على طول. الفندق ده هو فندق الكرنك. طبعا في ناس كتير جدا عارفاه، وفي ناس كتير جدا بتبحث عنه، واتسألت عنه كتير برضو، فقررت بقى ان انا انزل ريفيو عنه علشان الناس اللي بتدور عليه. الفندق بجد في مكان حيوي جدا في اسكندرية، في محطة الرمل. عنوانه بالظبط محطة الرمل عند مسرح محمد عبد الوهاب في القائد إبراهيم. فندق الكرنك من أقدم الفنادق الموجودة في اسكندرية. خلونا بقى نتفرج على الفندق ونشوف الغرف ونشوف كل حاجة. طبعا زي ما قلت لكم هو على البحر على طول، طبعا فيه غرف على البحر وغرف بتشوف البحر جانبي، وفيه غرف مفيش فيو خالص، على حسب ما انتوا تختاروا. دي كده دخلت الفندق. الديكورات، الالوان، كل حاجه بجد حلوه قوي ومريحه للعين، القعده بجد بتكون حلوه جدا. دي اماكن بقى تقعدوا فيها، الريسبشن في كده انتريه وكراسي. كده دخلنا الغرف بقى. الغرف في غرف بيبقى فيها سريرين، في غرف فيها 3 سراير و4، وفي غرف كمان فيها 6 سراير. فكل غرفة يعني كل أنواع الغرف موجودة. طبعا كل غرفة فيها التويلت الخاص بيها. طبعا في غرف ببلكونة، وفي غرف بشبابيك، وفي غرف مفيش فيها فيو زي ما قلت لكم. دي طبعا غرفة ببلكونة على البحر على طول. شايفين طبعا الفيو حلو جدا، انتوا متخيلين ان انتوا تصحوا من النوم كده على المنظر الرائع ده. منظر بجد حلو جدا، يعني يستاهل فرق الفلوس. الفرق طبعا مش كبير قوي، بس بجد يعني من ارخص الفنادق اللي بتقدم يعني قيمة مقابل سعر. دي غرفة تانية فيها 4 سراير كده زي ما انتوا شايفين، وترابيزة بكراسي، وطبعا دولاب وميني بار وشاشة. في كمان تليفونات في الغرف علشان لو حابين تتواصلوا مع الريسبشن تطلبوا اي حاجة، ففي كمان دي برضو حاجة كويسة. زي ما انتوا شايفين الغرفة كده مساحتها كويسة معقولة، مش صغيرة ومش كبيرة، مساحتها كويسة جدا. وطبعا برضو ليها بلكونة. في زي ما قلت لكم غرف بشبابيك وغرف ببلكونات، في ببلكونات على البحر على طول، شايفين البحر بانوراما زي دي كده. وفي غرف تانية هنشوفها دلوقتي بتشوف البحر جانبي. فسواء دي او دي بجد بتكون حلوة جدا، وفروق الاسعار بين الغرف مش كتير. يعني الغرف الدبل هناك بتبدأ من 570،
دي طبعا بتكون من غير فيو. في الغرف التريبل بتبدأ من 740، والغرف الرباعي بتبدأ من 850. بتزيد بقى على حسب الفيو، حاجة بسيطة يعني، مش بتزيد كتير قوي. كده برضو يعتبر انا قلت كل حاجة خاصة بفندق الكرنك. برضو لو عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي فندق من الفنادق ال5 اللي انا قلتهم، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. طبعا كل فندق سعره متغير عن الفندق التاني، وطبعا بيختلف حسب المستوى. وطبعا ما ينفعش تكونوا وصلتوا معايا لغايه هنا، ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي هننزلها الفتره الجايه. هننزل فيديوهات كتير قوي خاصه بشرم الشيخ والغردقه ودهب. طبعا العيد داخل خلاص، كل سنه وانتم طيبين، والناس هتبدا بقى تروح تسافر تغير جو، وكمان علشان اجازه العيد. فانتظروا فيديوهات تانية كتير كمان، لسه هننزل قريب قوي فيديو لأرخص فنادق شرم الشيخ والغردقة والعين السخنة وكل مكان في مصر. هننزل فيديوهات كتير جدا، وكمان هتلاقوا على القناة فيديوهات كتير قوي لفنادق اسكندرية وفنادق القاهرة، سواء وسط البلد او عند الاهرامات. كمان هتلاقوا برضو فيديوهات كتير قوي نزلناها قبل كده لشرم الشيخ والغردقة ودهب والعين السخنة، كل مكان بننزل عنه. وبرضو لو عايزين تسألوا عن اي فندق معين سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. متاح كمان التواصل من خلال رسائل الانستجرام، هتلاقوا اللينك في معلومات القناة. كمان هتلاقوا اللينك تيك توك في معلومات القناة برضو، ما تنسوش تعملوا فولو هناك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، هستنى رأيكم في الكومنتس، وباي باي.